السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رجل من أقصى المدينة. أنا مش قناة تعليم زراعة، أنا بحكي لك الزراعة كأنك ابني، وبوريك الطريق أكنك أخويا. والنهاردة هاخدكم في جولة صغيرة في أرضنا. يمكن تسمع لأول مرة عن نبات غريب اسمه الدراجون فروت، فاكهة التنين. زرعنا منها 2 قراط وبقالنا شهر بنرعاه، مش بس عشان نزرع فاكهة، لكن كمان عشان نفتح باب رزق جديد ونتعلم درس من الطبيعة. مش كل غريب لازم نخاف منه. لما بدأنا نفكر في زراعة الدراجون فروت، أول سؤال جه في بالنا: الأرباح عاملة إزاي؟ سألنا الناس اللي سبقونا بالتجربة، قالوا لينا الشتلة الواحدة ممكن تدي في المتوسط كيلو في أول موسم، وقابلة للزيادة بعد كده، لأن وقتها الشجرة بتكون كونت أفرع كتير. لو حسبتها في أول موسم الشتلة هتدي 1 كيلو، وفي سعر النهاردة الكيلو بيتراوح من 200 ل270 جنيه للأصناف التجارية. القراط الواحد بيشيل 200 شتلة، يعني ممكن أرباحك توصل ل60 ألف جنيه في السنة من 2 قراط دراجون فروت قابلة للزيادة في السنين المتتالية. الأرقام دي شدت انتباهنا جدا وخلتنا نقول ليه لأ. احنا عندنا أرض يجري فيها الخيل ما يجيبش آخرها، طبعا الخيل مربوطة. عندنا مساحة نص فدان فاضية، قلنا نزرعها كلها، لكن رجعنا فكرنا بالعقل. أحسن طريقة تدرس بها مشروع إنك تبدأ صغير، فعشان كده قررنا نزرع 2 قرات بس، نشوف على أرض الواقع الأرقام دي حقيقية ولا كلام، ولو التجربة نجحت نكمل في باقي الأرض. قبل ما نتكلم عن التكاليف والأرباح، خلونا الأول نعرف إيه هي فاكهة الدراجون فروت. اسمها غريب، فاكهة التنين أو الدراجون فروت، ولها أسماء وألوان كتير، منها الأحمر والأصفر والأخضر، ومن جوه أبيض، الأحمر، الموف، الوردي، ومنقط ببذور صغيرة لونها أسود. شريتها فيها بروز كأنها نار التنين. فوائدها بترفع المناعة وتحارب السرطان وتضبط السكر في الدم، وطعمها خليط بين الكيوي والكمثرى، التوت والكريز، وفي نفس الوقت مليانة فيتامينات، ألياف، ومضادات أكسدة. في العالم بره الفاكهة دي من أغلى الفواكه في السوق، وفي مصر لسه جديدة ولسه لها مستقبل كبير. طب خلينا بقى نتكلم عملي. أول حاجة تعملها لو ناوي تزرع دراجون فروت، تعمل صوبة. ولما تعمل صوبة على أرض زراعية لازم تصريح من الجمعية الزراعية. بتاخد الحيازة الزراعية تروح على الجمعية، يجوا يعملوا معاينة وبعدها يدوك التصريح. ودي نقطة مهمة جدا. أي مشروع مش بس أرقام وأرباح، لازم تحسب تكاليفك وتظبط أوراقك من الأول. زراعة الدراجون فروت محتاجة تجهيزات أساسية، أولها الصوبة. الصوبة هنا مش رفاهية، دي اللي بتحمي النبات من الشمس والبرد وتخلي النمو منتظم. أول خطوة عملناها جبنا الحديد للصوبة، وكلف حوالي 20 ألف جنيه. المسافة بين كل قايم والتاني 3 متر، والعرض 5 متر، احتاجنا حوالي 20 قايم. بعد كده جبنا النت أو الصرام اللي بيغطي الصوبة، وكلف حوالي 9000 جنيه. وكمان جبنا السلك اللي بيشد الصوبة ويمسكها، وده كلف 4000 جنيه. أكبر بند في المصاريف كان الشتلات. سعر الشتلة بيختلف من نوع لنوع، يبدأ معاك من 50 جنيه ل150 جنيه حسب عمرها، وقلنا متوسط السعر 75 جنيه. القراط محتاج 200 شتلة زراعة مكثفة. نيجي بقى للري. عملت شبكة ري بالتنقيط، كلفتني حوالي 3000 جنيه، ودي وفرت عليا كتير لأني ما حفرتش بير ولا جبت مواتير. ربنا رزقني بحاجة مميزة قدام الغيط بتاعي، ترعة ومنسوب المياه فيها أعلى من الأرض ب50 سنتي. اشتغلنا على نظرية الأواني المستطرقة. مجرد ما يفتح المية من الترعة بتدخل الشبكة وتروي الأرض كلها من غير مواتير ولا كهرباء. يعني وفرت تكلفة بير ومواتير وكهرباء على المدى الطويل. أحيانا الحل مش إنك تدفع أكتر، الحل إنك تفكر إزاي تستغل اللي حواليك. لازم تاخد بالك من نقطة مهمة جدا: الري في الأرض الطينية لازم يكون بحساب. المية الكتير بتعمل أعفان في الجذور، وكتر السباخ البلدي كمان بيعمل ضمور واصفرار في الشتلات.
ودي أول مشكلة بتقابلنا فعليا في الزراعة هنا. بإذن الله هنبدأ ندور على الحل ونعرضه قدامكم على الشاشة خطوة بخطوة. الزراعة مش بس أرقام وتكاليف، الزراعة كمان تجارب وأخطاء وحلول، وإحنا متفقين من الأول إننا هنشارك التجربة بحلوها ومرها. ومن خصائص الدراجون فروت إنه نبات متصلب، يعني بيحتاج دايما سند أو دعامة زي القوايم والسلوك اللي ركبناها علشان يطلع عليها ويتمدد. وده جزء من جماله، بيكبر وهو ماسك في حاجة تدعمه. القوايم الحديد مخرمة عشان نعدي فيها السلوك، والسلوك دي هي اللي هتشيل الطرح لما النبات يكبر ويمتد. القايم الواحد اتكلف لحد التركيب 150 جنيه. احنا هنا استخدمنا 50 قايم بين الواحد والتاني 2 متر والتاني 2 متر ونص. واحنا لسه في البداية، لكن ان شاء الله في المرحلة الجاية هنصور ونوريكم وقت الطرح ايه اللي ممكن نعمله خطوة بخطوة، لأن الزراعة مش يوم وليلة، دي رحلة طويلة، واحنا متفقين من الأول نمشيها مع بعض. واحنا بنتكلم عن القوايم والسلوك لازم تعرفوا إن المرحلة الجاية دي مرحلة حساسة جدا. النبات لما بيبتدي يطرح ويطلع الزهرة، هنا بيبدأ دور تاني مهم جدا في الزراعة، وهو التلقيح، ودي قصة لوحدها، لكن أوعدكم إننا هنصورها مع بعض خطوة بخطوة لما يجي وقتها. وبين كل الحديد والمواسير والشتلات فجأة لقينا أول زهرة في مشروعنا، واللي انتم شايفينها دي قدامكم ده أول زهرة إن شاء الله. هنعمل ليها عيد ميلاد خاص بيها عشان دي بداية الحكاية الحقيقية. يبقى كده إجمالي التكاليف علشان نزرع 2 قراط دراجون فروت حوالي 80 ألف جنيه. والسؤال الطبيعي، طب أنا هرجع فلوسي في وقت قد إيه؟ الحقيقة إن الدراجون فروت مش بيجيب من أول سنة، هو محتاج 18 شهر عشان يبتدي يدي إنتاج كويس. يعني الاسترداد هيبدأ تدريجي من السنة التانية، وكل سنة بعدها الإنتاج بيزيد والشتلة نفسها عمرها طويل. طب والفراغات اللي بين الدراجون هل نسيبها فاضية؟ لا، احنا بإذن الله في شهر 10 اللي جاي هنزرع التوم، والتوم محصول مضمون ومكسبه سريع. وبما إننا لسه في أول شهر 8 قدامنا شهرين، فممكن نستغل الوقت بزراعة سريعة زي الكوسة أو أي خضار سريع. وده درس عملي، أي مشروع زراعي كبير لازم يكون معاه محاصيل جانبية تدخل دخل سريع لحد ما المشروع الأساسي يبدأ يرد عليه. طب بعد ما زرعنا وصرفنا وصبرنا، السؤال الأهم، هنبيع فين وبكام؟ الحقيقة إن الدراجون فروت لسه جديد في السوق المصري، مش هتلاقيه في كل الأسواق زي المانجا والخوخ ولا الطماطم، لكن لا، دي مش مشكلة، دي ميزة. النهاردة الكيلو في مصر وصل 220 جنيه من قلب الأرض من يد المزارع، ودي حقيقة عن تجربة ناس تانية. يعني محصول صغير ممكن يفتح ليك باب رزق. لكن عشان أكون صريح، النهاردة الكيلو ب220 جنيه، بس بعد سنين لو اتزرع بكميات كبيرة ممكن ينزل سعره، فالتخطيط مهم. والمستهلك بتاع الدراجون فروت مش أي حد هتلاقيه، مطلوب في الفنادق، في المطاعم اللي بتحب تقدم الجديد، وفي محلات الفاكهة المميزة. واحنا كمان عرفنا سوق وعارفين أماكن بيعه، والناس متفقة معانا على المحصول من دلوقتي. يعني قبل ما يطرح احنا ضامنين إن فيه اللي يشتري. الخلاصة، الزراعة نصها في الأرض والنص التاني في السوق. لو عرفت تسوق كويس المشروع مش بس هيغطي تكاليفه، ده ممكن يفتح لك باب أكبر من اللي كنت متخيله. واللي عايز يدخل المشروع بجد في إنشاء الصوبة أو زراعة الدراجون فروت أو حتى شراء الشتلات، ده رقم صاحب التجربة الحقيقي على الشاشة، والتجربة خير دليل. ودي أرضه وده شغله، واللي شايفينه قدامكم مش حكاية على ورق، ده واقع على الأرض. وهو قرر يشارك تجربته عشان يفيد غيره، واحنا بنشكره، جزاها الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناته. قناة خيرات وادي سعاد، منبر من لا منبر له، ورجال من أقصى المدينة لا يسكنون الشاشات، لكنهم يزرعون أصلا لا يمحى. واحنا بنقول لصاحب التجربة، أنت بحق رجل من أقصى المدينة. السلام عليكم.